تعالي اقول لك ازاي تعمليه مقرمش كده وجميل جدا، وبجد هتلاقي نفسك بتعمليه كذا مره من جماله. وهقول لك كمان ممكن تعمليه بطرق تانية واسهل كمان. يلا بينا بسرعه علشان نشوفه بيتعمل ازاي. بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناه. اول حاجه احنا بنجيب البطاطس، انا جبت كيلو من البطاطس وسلقتها كويس، وبعد كده بهرسها زي ما احنا شايفين. وطبعا ممكن تحطي بقى بدل البطاطس تعمليها ببدنجان عادي، تقطعيه صوابع كده وتعملي الخلطه اللي انا هعملها وخلاص. يعني في كذا طريقه ممكن تعملي بيها. نص مج من الازاز الصغير وحطيت فيه عدس بجبه، وبعد كده طبعا غسلته وحطيته على النار وسلقته وخليته يتصفى كويس جدا بعد ما اتسلق. وبعد كده هاحطه في الكبة وافرمه، وبعد كده هاحطه خلاص على البطاطس. طبعًا لو أنتِ مش عايزة عدس البني ده وتحطي مكانه حمص، تمام حطي. مش عايزة حمص وعايزة تستكفي بس بالبطاطس برضه، دي برضه بتكون حاجات اختيارية. بعد ما احط العدس أنا كنت فارمة برضه بصلاية متوسط، وبرضه مصفياها جدًا من المَيّة بتاعتها، ومش هاحتاج المَيّة بتاعتها في الوصفة دي خالص. إحنا عايزين الوصفة دي ما تجيش فيها أي مَيّة خالص لحد ما نعمل الخلطة اللي إحنا بنعملها دلوقتي. توابل من كل حاجة نُص معلقة كبيرة، ملح وفلفل أسمر وبيكنج باودر والسبع بهارات أو بهارات الفراخ ومرقة الخضار وكمان بابريكا. وهنحط بقى معلقتين كبار من النشا و3 معالق كبار من البقسماط أو الفيجيتار زي ما أنتِ عايزة. أنا حطيت بقسماط ما فيهوش أي حاجة خالص، وبعد كده باقلبه كويس جدًا. وعلشان ما فيش أي مَيّة خالص لا في البصل ولا في البطاطس ولا في العدس، العجينة كده متماسكة معايا حلو جدًا. هاجيب دلوقتي نُص كوباية من الدقيق وحطيت فيها ربع كوباية من المَيّة، وحطيت ملح وبابريكا وكمان حاجة بسيطة من بهارات الفراخ، تمام. بس أنا بصراحة لمّا عملت الخلطة كده كيلو من البطاطس اللي أنا عملته، بصراحة ما قضيتش عملت الخلطة زيها مرة تانية. يعني هتعملي كوباية كاملة من الدقيق ونُص كوباية من المَيّة، تمام. بُصّوا بقى الطبيعي الكل بيقول لازم تحطي الخلطة دي بعد ما هتعمليها دلوقتي بالخليط اللي إحنا عملناها وهنحطها في الفيجيتار، لازم نحطها في الفريزر. بصراحة أنا عملتها وقليتها على طول، ما حطيتهاش في الفريزر وطلعت معايا متماسكة، الcover ما طلعش وكانت حلوة جدًا، جدًا. يعني أنتِ لو عايزة تعمليها دلوقتي تقليها على طول، اقليها وأنا باقول لِك مش هيحصل لها أي حاجة. أهم حاجة في الخلطة أنتِ بتصفّي البطاطس والعدس أو الحمص وكمان بتصفّي البصلة، تمام. وبعد كده بنحط بقى في الخليط ده بعد كده في الفيجيتار، كورن فليكس، أي حاجة أنتِ حابة تحطيها. عايزة أقول بقى بخصوص البتنجان، لو أنتِ مش عايزة تعملي بطاطس ومش عايزة تعملي كل اللي إحنا عملناه، أنتِ بس بتحطي بتقطّعي البتنجان طويل كده زي ما أنا عملت البطاطس زي الكفتة كده، بس هتعمليها عادي طويلة، وبعد كده تحطيها بس في الخلطة دي. بس التوابل مثلًا البابريكا وبهارات الفراخ والحاجات دي هي بس اللي هتزوديها وتعمليها بنكهة كويسة، بس كده. بعد كده إحنا دلوقتي بنحط بقى الcover زي ما إحنا شايفين وهنخلّصها، وعلى طول هاقلي منها، ولمّا قليت منها هنشوفها ده الكمية كيلو البطاطس اللي إحنا عملناه. يعني بصراحة بيتعمل كويس. ولو أنتِ دلوقتي عايزة تعملي وعايزة تشيلي منها في الفريزر، أنتِ هتحطي في أي أطباق اللي أنتِ هتحطي فيها، بس ما ينفعش تحطي 2 على بعض، لازم تحطي. ولو تحطي في العلبة تاني فوق بعض، لازم تحطي كيس ما بين الواحدة والواحدة، علشان ما يلزقش في بعض وتحسي إن هي عجِّنت، علشان لمّا تيجي تطلّعيها من الفريزر وهي متلجة عادي بتحطيها. بُصّوا أنا عملتها وقليتها على طول، ما فيش أي حاجة فيها اتفتحت، الcover بتاعه متماسك جدًا لآخر وقت، وكمان بتبقى مقرمشة جدًا، جدًا زي ما شُفنا في بداية الفيديو. أنا حبيت برضه أعملها زي كفتة عشان لو حبينا نعملها ساندوتشات أو تتاكل كده. وبصراحة سامعين القرمشة بجد حلو جدًا، جدًا. تتاكل بقى بأي حاجة، أنا حطيت كاتشب كده، عايزين تاكلوا جنبها مخلل وسلطة، طحينة، عايزين تاكلوا جنبها رز، مكرونة، أي حاجة عايزة تعمليها جنبها هتطلع معاها حلوة جدًا. لو عملتيها ساندوتشات بمجرد بس خضرة معاها أو كابوتشي برضه هتطلع تحفة. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، وأتمنى تقولوا لي رأيكم إيه، ويا ريت نشترك في القناة.